إخوتي وأخواتي مناضلات ومناضلي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية وأصدقاء وأخوة الشهيد شكري بالعيد. لأن الشعوب العظيمة لا تعتبر الأبطال من شهدائها مجرد ذكرى، وإنما تعتبرهم معالم صدق على طريق انتصاراتها وعلو هممها. فعلا شعب تونس العظيم عبر وجسد عن ذلك تجسيدا جليا وصادقا وقاطع الدلاله بأن هبة الرجل الواحد يوم 6 فبراير 2013 ويوم 25 جويليا 2013 ليؤكد بأن هذا الشعب القائد والمعلم، هذا الشعب الذي تحدى الدكتاتورية، هذا الشعب الذي سطر ببطولاته وتضحياته معالم طريق الخلاص الوطني الاجتماعي، أثبت أنه قادر على تحدي الرصاص، أثبت أنه قادر على تحدي كاتم الصوت، لأن مؤسسات القتل كانت تنتظر صبيحة يوم 6 فبراير أن يعم الرعب والخوف والتليع كل التونسيين والتونسيات، وأن يقلع التونسيين والتونسيات عن الحلم وعن الأمل بأن شهداء ثورة 17 ديسمبر لهم سواعد وأبناء وبنات وشباب وقوى مجتمع مدني قادرة على تخطي الصعاب، قادرة على تخطي المؤامرات والتساعس. يوم 6 فبراير هب الشعب القائد والمعلم ليقول بصوت عالي ومرتفع: كلنا شكري بالعيد، كلنا على النهج، كلنا وفاء للخيار الوطني للجامعة. يوم 6 فبراير قبل الجريمة كان شكري بالعيد مجرد أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الموحد، واحد قادة الجبهة الشعبية. بعد الساعة 8:15 دقيقة تحول شكري بالعيد إلى أحد القامات والزعامات الوطنية لكل تونس ولكل الأحرار. وبذلك نحن نقول بأن تواريخ الشعوب العظيمة تكتبها دماء شهدائها وشهداء تونس من ثورة 17 ديسمبر إلى الأمنيين والجنود البواسل وإلى شكري بالعيد ومحمد إبراهيم وابن المفتي وغيرهم. سطروا بدمائهم ملاحم وانتظارات الثورة عبر صياغة هذا الدستور الذي بفضل هذه الدماء الزكية تغيرت قواعد اللعبة وتحولت المسألة من شرعية انتخابية إلى شرعية وطنية جامعة تحتكم فيها للأهداف ومقاصد الثورة. وكان أيضا وليس من منطلق شاكل نفسه يقرأكم السلام، لأننا لسنا ملكا لأنفسنا، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل الخيمة الوطنية الجامعة ملك لكل التونسيين والتونسيات الصادقين والحرامين. نقول
للكفاءات الوطنية والمستقلة، وأكملت أيضا خارطة الطريق التي أصبحت بمثابة العنوان والنهج والطريق الذي يختبر من خلاله مدى وطنية هذا الطريق أو لا. ولهذا نقول بكل وضوح كما عهدتمونا بأن الاحتفالات الكرنفالية التي أقيمت وتقام في ظل تهميش للرباعي وللاتحاد العام التونسي للشغل، نقول لهم إن ذلك لا يحرجنا ولا يقلقنا، لأن وفاءنا مع الشعب وإلى الشعب دون سواه. ونقول أيضا بأن خارطة الطريق سوف تكون حكما بيننا، وأننا مجددا بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يساوم على بنود هذه الخارطة، ونحن نجدد العهد، وعهدنا لن نخلفه في ضرورة التأكيد على أن تنجلي الحقيقة كاملة، حقيقة الاغتيالات، حقيقة التحقيقات التي وجب أن تكون شفافة وواضحة وجلية حتى نسدل الستار النهائي لدوامة العنف ومؤسسة القتل والتهريب والترهيب عن بلادنا. هذا عهد نجدده معكم، وهذا عهد أيضا لنؤكد من خلاله بأننا مضطرين العزم على أن تنفذ الحكومة التزاماتها وتعهداتها من خلال هذا العقد الذي جمعنا وإياها، وهو خارطة الطريق في علاقة التعيينات الحزبية، في علاقة أيضا بتنقية المناخ الاجتماعي والاقتصادي، لأن عمليات القصف الموجه والمركز والمنظم حول المنظمة بالدعوة الرخيصة والمشوهة والغبية لتهديد الهدنة الاجتماعية، نقول لهم نحن نعرف ونحن أدرى وأدرك بمقتضيات الهدنة الاجتماعية ومفهوم الهدنة الاجتماعية، لأنه لا معنى للهدنة الاجتماعية في ظل استمرار منظومة الاستغلال والنهب والفساد، وفي ظل أيضا غياب الوضوح لمنوال اجتماعي تنموي يعيد الاعتبار للطبقة الشغيلة وللقوى العاملة بأن تأخذ جزءا من نصيبها وجزءا من حقها. إخوتي، لا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت، ولكن ننحني إجلالا لشهداء تونس، ننحني إجلالا لهامات التونسيات والتونسيين الذين بمقدورهم بوحدتهم بوضوح رؤيتهم قادرون على التخطي كل الصعاب النصر لتونس والنصر لشهداء تونس، لأنهم عبدوا بتضحياتهم لنا الطريق حتى يكون سالكا العزة للشهداء والمجد والخلود لكل أبناء تونس. وشكرا.